عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاود رجعنا لكم بفيديو جديد إن شاء الله بعد ما فوتنا الامتحانات وقرب كأس العالم. بقى 30 يوم من مونديال أمريكا والمكسيك وكندا. رجعنا لخوتنا إن شاء الله بفيديو جديد إن شاء الله. راح نديرو في هذا الفيديو إن شاء الله القائمة الموسعة راح نعرضوها عليكم، وراح نعطوكم مواقيت والتوقيت واليوم اللي راح تلعب فيه ليكيب ناسيونال ان شاء الله كاس العالم في 3 مباريات كامله، يعني توقيت 3 مباريات تاع كاس العالم كامله راح نديروها، راح نعرضوها عليكم في هذا الفيديو ان شاء الله. واللي ما شافش الفيديو تاع القائمه المتوقعه للمونديال يروحوا في اخر الفيديو اللي بعد اللي ورا هذا، الفيديو اللي ورا هذا تاع القائمه. اللي ما شافش الفيديو راح يشوفوا القائمه اللي متكونه من 28 لاعب اللي توقعناها للمونديال. وما تنساوش يا جماعه باش تابعونا وتدعمونا شوي باش نستمروا ان شاء الله في المحتوى الكروي. هذا محتوى مفيد وخالي من الكلام السيء. نتمنى من الخوة ان شاء الله يدعمونا ان شاء الله باللايك وبالتعليق. يعني نحضر في بالك باللي اي تعليق ديروا واي لايك ديروا على هذا الفيديو راك ساهم باللي يلحق هذا الفيديو الناس واحدين اخرين. لذلك ما خسر والو خويا، دير لنا لايك، اشتراك على القناة، يجوا كاع الاخبار ويجوا كاع ان شاء الله الاراء نتاعنا في كرة القدم. راح نعطوكم الاراء نتاعنا بكل شفافية وبكل روح رياضية ان شاء الله. نبداو في القائمة الموسعة ل 55 لاعب، هاني كاتبهم في ورقة هنا. القائمة الموسعة هذه القائمة هي اللي اختاروا منها 28 لاعب اللي راح يروحوا للمونديال. اما هذه القائمة اللاعبين اللي خارج هذه القائمة ما يقدروش يختاروه في القائمة الموسعة. لذلك كاين لاعب واحد اللي شفتو انا غايب في القائمة الموسعة واللي هو يوسف بلايلي خارج القائمة الموسعة، وبالتالي رسميا ما يكونش كاين في المونديال. نبداو في القائمة الموسعة. عندنا حاج موسى، عندنا زروقي، وعندنا غجيميس، وعندنا مهدي ليريس، وعندنا نغلي، بلومي، قيطان، توبة، آيت نوري، بلغالي، حجام، دروفال، قندوزي، توغاي، ماندي، غويري، بوداوي، قبال، شرقي، ناير، زيدان، ماستيل، بلزعوق. هذا الحارس اللي جابوه في التربص الأخير هذا، بلزعوق، بن طالب، عبدلي، بن ناصر، بقرار، مبوعلي، شياخة، ومازا الموهبة الجزائرية مازا، بن سبعيني، عمورة، شايبي، عويشيش، بوعناني، بنقارة، تيطراوي، قيطون، براهيمي، بنجاح، بولبينا، بركان، محرز، عوار، بالرحمة، بنزية، يانيس زاوي. هذا اللاعب بقي يلعب في الدوري الجزائري. ريان يسلي، بالعيد، بن بوط، عبادة، أشرف، عبد اللطيف رمضان لاعب حتى هو من البطولة، سعدي رضواني نفس الشيء، رضا حلايمية نفس الشيء. هادو هما 55 لاعب اللي راح ان شاء الله اللي المدرب راح يختار منهم هادو 28 لاعب. بالتالي من 55 ناقص ينحي منهم 28 يديهم للمونديال. نتمنى ان شاء الله تكون القائمة الموسعة قائمة رسمية تكون ان شاء الله فيها اللاعبين الجاهزين اللي اكثر جاهزية البدنية والتكتيكية ومن ناحية واللي عندهم ارقام ان شاء الله. ودرك نروحوا للتوقيت وموعد مباريات الجزائر في كاس العالم كاع مع الارجنتين ومع الاردن ومع لاغريش. راح نمسح عندنا الماتش الاول مع الارجنتين كاع على بالنا بالجزائر والارجنتين محرز وميسي راح يتلاقاو في مباراة واحدة نهار 17 جوان 2026 على الساعة 2 صباحا على 2 تاع الليل. واعطونا في رايكم في صندوق التعليقات على المباريات، يعني شكون اللي
وش تتوقعوا أداء المنتخب الجزائري؟ هل ستكون مباريات مشرفة؟ هل الجزائر ستفوز ولا تتعادل مع الأرجنتين؟ إن شاء الله ما نخسروش، أهم حاجة هو الفوز. المباراة الثانية مع الأردن، الجزائر والأردن. عندك فان طروة جواء 2026 على الساعة 4 صباحا مع الأردن. والماتش الثالث والأخير في دور المجموعات مع لاغريش، الجزائر والنمسا، 28 جواء 2026 على الساعة 3 صباحا. هذه هما المباريات. وكان عندكم أفكار تاع فيديوهات ولا أخبار، أعطونا رأيكم في صندوق التعليقات، إن شاء الله ندير لكم فيديو، ما كاش مشكل. وهذيك هي. وما تنسوش تترحموا على اليوتيوبر هشام في العارضة الذي كان نشيط في هذا المحتوى، كان يعطينا أخبار، كان مع المنتخب. ما تنسوش تترحموا عليه في صندوق التعليقات، تدعوا له بالرحمة والمغفرة. جزائري، ربي يرحمه ويغفر له إن شاء الله. والسلام عليكم.